بيبدأ فيلمنا مع توبي اللي من صغره بيكسب سباقات سيارات محلية، ومن أهم السباقات اللي شارك فيها كان ماونت كاسكو، وخسره قدام شخص اسمه دينو رغم مهارة توبي العالية، إلا إنه ما كانش يملك سيارة بنفس إمكانياته، على عكس دينو اللي كان عنده الإمكانيات وكان معاه سيارة قوية. بنروح بعد كده للورشة وبنشوف فين وجوي وبيت أصدقاء توبي وميكانيكيين بارعين جدا، وهما بيتفرجوا على برنامج مونارك اللي بيمتلك بطولة ديليو واللي توبي نفسه يشارك فيها، لكن ما عندوش سيارة سباق، وهو بيكلم واحد بيتخانق معاه علشان رافض انه يقبل المتسابق توبي مارشال، ولكن مونارك بيشتمه وبيقوله انه المفروض يخرس خالص ويتفرج ويستمتع لانه مش صاحب قرار مين ينضم او ما ينضمش. ساعتها بنشوف توبي هو بيكلم موظف بنك وبيقوله انه لازم يسد الفلوس اللي عليه، وإلا البنك هيحجز على الورشة اللي ورثها من أبوه. وبنعرف إن أبوه فاز بسباقات عالمية كتير، وبالليل بيروح سباق علشان يجمع منه فلوس، وبيشوف حبيبته السابقة أنيتا وأخت صاحبه بيت، وكانت بتعزيه في موت والده، وبنشوف إنها بقت مع دينو اللي كسبه زمان. بيبدأ السباق مع 3 تانيين، وبنلاحظ إن توبي سائق محترف وبيقود بكل سلاسة، وبنشوف صاحبه بيني في طيارة بيراقب الطريق لو في شرطة في طريقهم، وفي الآخر بيكسب توبي السباق في آخر لحظة وبيكسب $5000، وبيرجع هو واصحابه الورشة يحتفلوا، لكن بيجيلهم دينو وبنعرف من الكلام انهم بيكرهوا بعض من زمان، وبيعرض عليه دينو انه هيديله محرك موستانج نادر جدا علشان يبنيله بيه سيارة، وبيقول له انه المحرك ده كان بيتعمل للمتسابق كارول، لكن كارول دلوقتي مات، ومقابل ده هيديله $250,000. وبيوافق توبي رغم كرهه لدينو، فبيسألوه صحابه ليه وافقت على عرضه، قال لهم انه مديون للبنك ولازم يرد الدين ده بأي شكل. وبالفعل تاني يوم بيجي محرك السيارة وبيبتدي يشتغل عليها هو والشباب، وبيعمل من المحرك عربية جبارة لحد ما بيجي يوم العرض، وبينبهر الجمهور بالعربية اللي عملها توبي. وبنشوف واحدة اسمها جوليا بين الحضور بتقول لهم إنها محتاجة تشوف محرك السيارة، وأول ما بتشوفه بتعرف كل مواصفاته من شكله، وبيبان عليها إنها مجنونة بالسيارات السريعة. فبتسأل دينو ملك السيارة عن سعرها، فبيقول لها دينو إن سعرها $3 مليون. فبتسأل عن سرعتها، فبيقول لها توبي 230 ميل في الساعة، فبتقول انها شغاله عند واحد اسمه مستر إنجرام، وان لو بكره جربناها وجابت 230 مستر إنجرام هيشتريها، وبتسيبهم وبتمشي. وبيقول دينو لتوبي ان السياره اخرها 220 بس، فبيقول له توبي انه هو اللي هيسوقها وهيقدر يوصلها ل 230. وتاني يوم بيسوقها توبي وفعلا بيوصل العربيه ل 230، وبيشتري إنجرام السياره. لكن دينو كان غيران من توبي عشان وصل العربية لسرعة هو ما عرفش يوصل ليها، وبيقوله انه هيسابقه، ولو سبقه هياخد $250,000 بتوعه، ولو توبي هو اللي كسب فهياخد باقي الفلوس كمان. ولما بيوصلوا بيت دينو بيقول بيت انه هيتسابق معاهم، وبيقوله انه لو فاز بالسباق هيشتري سيارة سباق جديدة ويشارك في بطولة ديليون لأول مرة. وفعلا بيبدأ السباق بين الثلاثة، وبيبدأ بيت يقفل الطريق على دينو علشان يفتح الطريق لصاحبه انه يفوز، لكن دينو بيتضايق وبيخبط سيارة بيت، وده بيخليها تختل توازنها وتطير في الهواء وتولع، وبيموت بيت. لكن دينو مش بيهتم وبيكمل في السباق، وبيرجع توبي اللي مقهور على فراق صاحبه وبيشوفه وهو بيموت، وبعدها بتيجي الشرطة وبتتهمه انه هو اللي خبط عربية بيت، وإن كل الشهود بتنكر وجود دينو في مكان الحادث. وبيفهم توبي إن دينو دفع للشهود عشان يلبس له القضية، وبيتسجن توبي 2 سنين، وبعدها بيخرج وبيقابل صاحبه بيني اللي بياخده للورشة، وبنشوف إن أصحابه كلهم اتفرقوا بعد ما اتسجن والورشة اتقفلت. فبيتكلم جوليا تستأذن له إنجرام يستعير منه المستنج ويدخل بيها سباق ديليو، وفعلا جوليا بتجيله على الورشة بالسيارة وبتقوله إنجرام قال لها تفضل راكبة معاه في العربية، وبتنبهه إن لازم يتحركوا دلوقتي لأن فاضل 74 ساعة والبطولة تبدأ. وفعلا بيركب توبي السيارة، وبيني في الطيارة بيرشده للطرق الفاضية واللي ما فيهاش زحمة، وبنشوف دينو وهو قاعد مع واحد من منظمين بطولة ديليون وبيقوله انه عايز ينضم للبطولة، وبنعرف ان مكافأة الفوز $5 مليون. وبنرجع لتوبي وجوليا في العربية، وبيتصل بيه صاحبه جو وبيقوله انه هيكون موجود وهيشجعه في البطولة. بعدها بتصحى جوليا وبتقوله انها زعلانة على اللي حصل لبيت، وبيقول لها توبي ان اللي زعله ان دينو ساب بيت يتحرق ويكمل في طريقه. وتاني يوم بيتصل توبي بفين وبيقول له يبص من الشباك، ولما بيبص فين بيشوفه في السيارة المستنج،
وبيقول له جو يجي معاهم علشان يساعدوا صاحبهم يكسب في البطولة. وفعلا فين بيقلع البدلة وبينزل ليهم، وبنشوف توبي بيدوس على البنزين بشكل مستمر وبيعمل صوت عالي بالمحرك علشان يلفت انتباه الشرطي. وبيقول توبي لجوليا تعدل شعرها، وبتسأله ليه، فقال لها علشان هخليكي مشهورة دلوقتي. وبينطلق توبي بسرعة رهيبة وبيعمل دريفت بالسيارة وسط الناس وبيهرب من الضابط. وبنشوف بيني وهو سارق مروحية قناة الأخبار علشان يشهروا توبي ويشارك في البطولة. وفعلا بتطلع العربية المستنج في الأخبار وهي بيتم مطاردتها من الشرطة، وبيقدر توبي يسبقهم ويهرب منهم بكل احترافية ومهارة. وبتنبهر بيه جوليا وبيساعده بيني صاحبه عن طريق انه يصور ناس ماشية في الشارع بداله علشان يشتت الشرطة وما تعرفش هو مشي منين بعد ما بعد عنهم. وبعدها لما بيطلع على الطريق السريع المستنج تحتاج بنزين، فبيتصرفوا لكن بطريقة مجنونة، وهي ان توبي راح بالعربية جنب عربية بيني على الطريق السريع، وبيقف فين في صندوق العربية وبينزل خرطوم البنزين في تانك المستنج. واثناء الطريق بيفتح توبي برنامج مونارك وبيعرف انه بدأ يحترم توبي بعد ما شاف سواقته في الاخبار. وبيتصل بيه دينو وبيقول له انه هيدي سيارته اللامبورجيني النادرة ومفيش منها غير 3 في العالم لأي حد يقدر يوقف توبي قبل ما يوصل لبطولة دي ليون. وبيرفع صورة العربية على النت علشان الناس تصدق وتحاول توقفه، وبيفكرهم انه هو اللي قتل صاحبه بيت. لكن جوليا بتتصل بمونارك وبتقول له انه توبي بريء، ولو ما كانش متأكد من براءته ما كانش خاطر بحياته من شوية قدام الأخبار علشان يشارك في سباق دي ليون اللي فيه دينو. وبنلاحظ أنيتا حبيبته القديمة سمع الكلام ده وبيشكر توبي جوليا، وبنلاحظ انهم ابتدوا يعجبوا ببعض. وبيقول مونارك لتوبي مرحبا بيك في بطولتي وبيبعت له دعوة لأول مرة. بنشوف الصبح ان توبي بدل مع جوليا الاماكن علشان ينام شويه، لكن فجاه واحد بيخبط عربيتهم من ورا وبيضرب عليهم نار، وبنفهم ان ده بسبب الجايزه اللي حطها دينو، وبيقدر يهرب منهم في الطريق الترابي لحد ما بيوصل لاخر الطريق. بس بنشوف بيني وصل بمروحيه حربيه وبينزل حبال وبيربط المستنج وبيطير بيهم وبينزلهم بعيد. وبعدين بيوصل توبي لكاليفورنيا المدينه اللي هتقام فيها البطوله، وبيدخل الاوتيل وبيشوف دينو وبيقول له لما يبدأ السباق بكرة وانت تموت مش هرجع لك زي ما عملت مع بيت. وبيسيبه وبيرجع لجوليا في العربية، وبيشوف ان البطولة بكرة الساعة 9 وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وفجأة بتيجي شاحنة كبيرة تخبطهم وبتتقلب المستنج. ولما بيفوق توبي من الإغماء بيتصل ببيني وفيني يجوا ياخدوه بسرعة قبل ما توصل الشرطة، وبيقول لهم يوصلوه المستشفى علشان حالة جوليا خطيرة. وفعلا بيودوها، لكن توبي ما بيقدرش يدخل معاها وبيطلع بعدها بسرعة وبيتصل بأنيتا وبيطلب منها تقابله. ولما بتوصل له بتقول له انها سابت دينو وانها متأكدة انه السبب في موت بيت اخوها. فبيقول لها توبي انه محتاج سيارة لان المستنج اتدمرت. وفعلا بتاخدوا أنيتا المكان، ولما بيدخلوا بنشوف إنها عربية دينو اللي خبط بيها عربية بيت، وبيبقى واضح عليها من قدام مكان الخبطة. وبيستغرب إن دينو ما تخلصش من العربية، وبياخدها توبي وبيروح يزور جوليا وبيشوف إن دراعها اتكسر، وبيقول لها إنه بكرة هيفوز علشان بيت وعلشانها. وتاني يوم بيبدأ تحضير السباق، وبيوصل توبي بعربية دينو اللي قتل بيها بيت، وبينزل يروح لدينو قبل ما السباق يبدأ، وبيقول له إن بعد ما يخلص السباق هيتقبض عليه لأن العربية دي هي دليل إدانته بقتل بيت. وبيقول له إنه كان المفروض يتخلص من العربية دي لكنه غبي. وبيبدأ السباق وبيكون أصحابه بيني وفين وجو وجوليا بيتفرجوا، وبنشوف إن الشرطة عرفت مكان السباق وبتطارد المتسابقين. وبعد سباق طويل بيحتل توبي المركز الأول ووراه 2 كمان منهم دينو، وبيكون الباقي اتقبض عليهم. وبيقدر دينو يخرج الشخص الثالث من السباق بنفس طريقة قتله البيت، وما بيفضلش غيره هو وتوبي، وبيسيبه توبي يعدي لأنه بيلاحظ إنه بيحاول يخبطه من ورا. فبيطلع دينو في المقدمة وبيحاول يخبطه بمؤخرة سيارته، وأول ما بيحاول يعمل كده بيتفاداه توبي، فبيفقد دينو السيطرة على سيارته اللامبورجيني وبيتقلب وبيكمل توبي وبيكسب بطولة دي ليون لأول مرة، وبيكسب الجايزة الأولى وهي $5 مليون. وبيوصل لنهاية الطريق عند منارة وبيتحاصر من الشرطة، فبيسلم نفسه علشان هيتقبض عليه ويتسجن شهور بسبب المسابقات الغير مشروعة. أما دينو فهيتسجن أكتر بكتير علشان تهمة قتله البيت. وبعد 178 يوم بيخرج توبي من السجن علشان يشوف جوليا مستنياه في السيارة المستنج بعد ما اتصلحت واتدهنت لون جديد.
وبتاخدوا وبيمشوا، وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية.